تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أشكر السيد العميد المحترم على قبوله هذا الالتماس، لأن مداخلتي هي أدلجت في الحصة المسائية، وأني اعتذرت له نظرا لأني أصبت بمرض الزكام الحاد. نسأله تبارك وتعالى أن يخفف عنا ما نزل. وبالحقيقة كنت لا أحضر، ولكن هذا الموضوع الذي كتبته وأردت المشاركة به في الحقيقة يأتي الإنسان مجرورا، وخاصة أنه يتعلق بإمارة المؤمنين. ونحن نعتقد ونفتخر بالحديث عن هذا الموضوع بصفتنا طلبة التعليم العتيق، وبصفتنا درسنا العلوم الشرعية ودرسنا كتاب الله تبارك وتعالى، ووقفنا عند تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا يتجلى فينا في جسدنا وفي عظامنا وفي عروقنا. كما أشكر وأعتذر للسادة الأساتذة الدكاترة الأجلاء الذين أخذت مداخلتهم وسبقتهم في مداخلة هذه. وأشكر أيضا الأستاذ الجليل الدكتور المحاضر على هذه المحاضرة القيمة التي أتحفنا بها، والتي تتعلق بالتصوف السني، وذكر فرائد وغرائز في الحقيقة يجب علينا جميعا أن نكون على بينة منها. وأختم بما قاله ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع. والأستاذ المحاضر تحدث وأتى بأبيات تتعلق بالموضوع فيما يتعلق بالعقيدة الأشعرية والفقه المالكي، وقال: من صوف عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. ابن عاشر رحمه الله في آخر منظومته قال: فاشرب بها العمر تفوز بالدخل. فاشرب بها العمر العمر بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. السيد العميد المحترم، السيد نائب العميد المحترم، السادة الأساتذة الأجلاء، السادة الطلبة المحترمين، وبعد فقد شاءت عناية الله تبارك وتعالى وحكمته البالغة الجليلة أن يختار لهذا البلد ولقيادة المغرب الحبيب على تعاقب الليالي والسنين والشهور والأيام وتعاقب الدول التي تولت الخلافة فيه، أي في هذا الوطن الحبيب بلد المغرب، ملوكا صالحين وعلماء صالحين جمع الله لهم في رعاية البلاد والعباد بين سياسة الدين والدنيا، وهداهم إلى ذلك خلفا عن سلف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير وارث. وذلكم راجع إلى التشبث بإمارة المؤمنين. العنوان الذي وضعته للمشاركة في هذه الندوة المباركة الزكية العاطرة هو إمارة المؤمنين، حفظ للدنيا والدين. وقسمت هذا الموضوع إلى محاور ثلاث. المحور الأول: تقصير لإمارة المؤمنين. المحور الثاني: إمارة المؤمنين حفظ للهوية المغربية والدينية. المحور الثالث والأخير: إمارة المؤمنين حفظ للدنيا. وهذا ما جاء في العنوان الذي بين أيديكم، سوسيو اقتصادية في المجال الدنيوي. واعتمدت في المحور الأول وهو تأصيل للإمارة انطلاقا من قوله تبارك وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. اعتمدت على كبار المفسرين في هذه الآية الكريمة، الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، والإمام ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى، والإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى، والإمام العلامة جليل طاهر بن عاشور رحمه الله جميعا. فنبدأ بما ذكره العلامة المحقق ابن كثير رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سورة النساء. قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، وهكذا أخرجه بقية الجماعة. وقال الترمذي حديث حسن. وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منصتنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرجه البخاري في الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا. وصحيح مسلم الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء. وفي الحديث أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا. رواه الإمام مسلم. وعن أم الحسين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: ولو استعمل عليكم يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا. رواه مسلم. وفي لفظ له: عبدا حبشيا مجدوعا. هذا فيما يتعلق ما حرره العلامة ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية وينطلق الموضوع. ننتقل إلى ما حرره ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى في الآية نفسها. حدثني علي بن مسلم الطوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيليكم بعدي ولاة يليكم البر ببره والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين. تفسير آخر لقوله تبارك وتعالى: وأولي الأمر منكم، المقصود بذلك أهل الفقه والعلم والدين. وكذلك قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر منكم يعني العلماء. والظاهر والله أعلم كما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وقد قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون وأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته صلى الله عليه وسلم. وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله.
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه، لأن قال: لما أمر الله الأمة بالحكم بالعدل، لما أمر الله الأمة بالحكم بالعدل عقب ذلك بخطابهم بالأمر بطاعة الحكام ولاة أمورهم، لأن الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحكم به حكامه، فطاعة الرسول تشتمل على احترام العدل المشروع له وعلى تنفيذه، وطاعة ولاة الأمور تنفيذ للعدل. أشار بهذا التعقيب إلى أن الطاعة المأمور بها هي الطاعة في المعروف، ولهذا قال علي: حق على إمام أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. ثم قال الإمام طاهر المعشور: أمر الله بطاعة الله ورسوله، وذلك بمعنى طاعة الشريعة، فإن الله هو منزل الشريعة ورسوله مبلغها والحاكم بها في حضرته. وأولي الأمر منكم يعني ذويه وهم أصحاب الأمر والمتولون له، والأمر هو الشأن أي ما يتم به من الأحوال والشؤون. ننتقل إلى ما قاله العلامة المغربي الأندلسي القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، فيه 3 مسائل. الأولى مما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة وبدأ بهم فأمرهم بأداء الأمانات وأن يحكموا بين الناس بالعدل. تقدم في هذه الآية إلى الرعية فأمر بطاعته جل وعز أولا، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ثم بطاعة رسوله ثانيا فيما أمر به ونهى عنه، ثم بطاعة الأمراء ثالثا على قول الجمهور أبي هريرة وابن عباس وغيرهم. قال سهل بن عبد الله التستري: أطيعوا السلطان في 7، ضرب الدراهم والضنانير والمكاييل والأوزان والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد. انتهى ما قاله السادة العلماء المفسرون رحمه الله تبارك وتعالى. وبهذا نقول قد عرجنا على المحور الأول الذي هو تفصيل لإمارة المؤمنين انطلاقا من القرآن الكريم، وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ننتقل إلى المحور الثاني، وهو إمارة المؤمنين حفظ الهوية المغربية والدين. تتجلى هذه الإمارة في وحدة المذهب المالكي، كما استمعنا إلى مداخلة السيد العميد وإلى مداخلة الأستاذ الكريم. تتجلى في الحفاظ على وحدة المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والسلوك والتصوف السني. ثم إننا بسبب الحديث عن العقيدة الأشعرية، ولا شك أن هذا الموضوع أخذه أستاذنا سيتناوله الأستاذ الدكتور سي محمد التومي حول العقيدة الأشعرية. ونحن نقول إن العقيدة الأشعرية هي عقيدة مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا ما حوره كبار المحققين من علماء الكلام، أن العقيدة الأشعرية هي عقيدة مذهب أهل السنة والجماعة. ومن أراد مزيد بيان في هذا الموضوع فعليه أن يطالع كتاب الأزهار الطيبة النشر فيما يتعلق من العلوم من بادئ العصر للعلامة سيدي محمد بن الحاج، شارح الشيخ ميار على ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب يعني مطبوع طبعة حجرية. ثم أيضا تتجلى إمارة المؤمنين أيضا
في حفظ الهوية المغربية في قراءة الحزب الراتب صباح مساء في أنحاء ربوع المملكة المغربية، وبهذا الحفظ وبهذا القرآن الكريم وبتلاوة القرآن الكريم يحفظ هذا البلد من كل مكروه ومن كل شر. وهذه القراءة هي من السنن الحميدة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم أيضا إمارة المؤمنين حفظ لدعم الكتاتيب القرآنية ولتدشين والمحافظة على الكتاتيب القرآنية في أنحاء المملكة، وتلقين حفظ القرآن الكريم للأجيال. ثم إمارة المؤمنين تتجلى في تدشين وإنشاء مدارس التعليم العتيق التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يعني إنشأتها وإدماجها وما إلى ذلك، ثم الاعتراف بها. ثم إمارة المؤمنين تتجلى في هذه الكلية المباركة العامرة، كلية الشريعة، التي تخرج آلاف طلبة من الذين يحملون الرسالة العلمية الشرعية وينفعون بها بلدهم ووطنهم وينفعون بها المسلمين جميعا. ثم إمارة المؤمنين تتجلى في إحداث جوائز للكتاتيب القرآنية والمدارس العتيقة، وإحداث جوائز لأهل القرآن ولأهل الحديث والمتفوقين من حفظة القرآن الكريم والمؤطرين للقرآن الكريم. ثم أيضا تتجلى إمارة المؤمنين في تشجيع المؤذنين وتحفيزا لهم بإعطائهم جائزة سنوية. ثم أيضا الخطباء الأجلاء الذين يقفون وينوبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمير المؤمنين في خطبة الجمعة. ثم إمارة المؤمنين أيضا تتجلى في ميثاق العلماء. ثم أيضا إمارة المؤمنين تتجلى في إحداث معهد محمد السادس للأئمة المرشدين بالرباط، الذي يضم أكثر من 7 دول إفريقية بمعدل ما يزيد عن 1000 إمام إفريقي أتى ليدرس ويتكون في المغرب ويلقن الفقه المالكي ويتخصص في الفقه المالكي ويفهم الفقه المالكي ثم العقيدة الأشعرية ثم التصوف السني. فهذا المعهد في الحقيقة هو مفخرة للمغرب، فهو بمثابة يعني سفارة إسلامية عربية توحد الأمة الإسلامية وخاصة الأمة الإفريقية. ثم إمارة المؤمنين حفظ للتأطير الديني في أنحاء المملكة. ثم أيضا لا تكتفي إمارة المؤمنين في إنشاء مجالس علمية، بل أنشأت ما يزيد عن 33 مجلسا علميا بمعدل 33 دولة إفريقية كلها تابعة لمجلس واحد، وهو مجلس مقر مؤسسة العلماء الأفارقة ومقرها في الرباط. وهذه الدول التي ذكرناها 33 دولة كل دولة فيها مجلس علمي تابع للمقر، ويوجد هذا المقر في المملكة المغربية الحبيبة وهو في فاس، مقر مؤسسة العلماء الأفارقة. ثم أيضا إمارة المؤمنين حفظ لكتاب الله تبارك وتعالى ونشر كتاب الله تبارك وتعالى، وهو المصدر الأول، وذلك بإنشاء المؤسسة المحمدية لطباعة المصحف الشريف بالمحمدية. وغير هذا كثير في الحقيقة، غير هذا كثير. ننتقل إلى المحور الثالث والأخير من مباحثتنا هذه، وهو إمارة المؤمنين حفظ للدنيا.
يتجلى هذا الحفظ في الأمن والأمان والاستقرار. كل هذا سببه وهرمه هو عنوان وحيد، وهو إمارة المؤمنين. سعت هذه الإمارة في جمع الكلمات وجمع الشمل وتوحيد الأمة المغربية من شرقها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها. يتجلى هذا أيضا فيما نلعب به من الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. ثم أيضا إمارة المؤمنين حفظ للبلد من الحاقدين والمشوشين والماكرين والحاسدين. ثم أيضا إمارة المؤمنين توحد الأمة المغربية على اختلاف لهجاتها وعلى اختلاف جهاتها، فتوحد في إمارة المؤمنين وبسبب إمارة المؤمنين. ثم أيضا إمارة المؤمنين تنمية واقتصاد وسعي وكد في جميع المساعي وجلبها هي أوطان في أنحاء الكرة الأرضية. ثم إمارة المؤمنين سهر وتفشيش للأوراش السوسيو-اقتصادية. ثم إمارة المؤمنين دفاع وحرص وسهر على مصالح البلاد والعباد. ثم أيضا إمارة المؤمنين هي توحيد وتثبيت وتأكيد وعدم مخالفة الرؤية الشرعية بالنسبة للهلال في الصيام والإفطار. إن كنت في الحقيقة أدرج هذا الكلام في المحور الثاني بدل المحور الثاني، ولكني تذكرته لابد من ذكره. ثم إمارة المؤمنين في الختام يحكى عن الإمام العلامة أحد الأئمة الأربعة الإمام أحمد بن حنبل يقول: من كانت له دعوة صالحة خالصة صادقة فليدعو بها لأمير المؤمنين. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظ أمير المؤمنين بما عقد به الذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، واسمحوا لي إن أطلت وأترك الكلمة للسيد العميد المحترم.